إذن قوات كبيرة من الجيش الآن تشرع بعمليات تمشيط في منطقة جنوب مدينة نابلس عقب إطلاق نار على مركبة مستوطنين. هناك تمشيط وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في منطقة مادمة وبورين وقرية تل، اقتحام لقهوة وأخذ الكاميرات، تسجيلات الكاميرات. وكذلك في بورين اقتحمت قوات الاحتلال مزرعة دواجن وقامت بالعبث بمحتوياتها وأخذ تسجيلات الكاميرات. كانت هناك مواجهات قد اندلعت بين الشبان وبين قوات الجيش في بلدة مادمة وفي بلدة بورين كذلك عقب الاقتحامات العسكرية وتحقيق ميداني مع بعض الشبان بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت عصر اليوم قرب حافات جلعاد. في هذه صورة الوضع الأمني حتى هذه اللحظة في منطقة جنوب مدينة نابلس.